أحباب، ما زلنا نتواصل معكم من داخل قصر طويق بحي السفارات بالمملكة العربية السعودية، واليوم الاحتفال الرسمي لسفارة السودان بالمملكة العربية السعودية بالعيد 61 لاستقلال السودان المجيد. معي في هذه المساحة سعادة السفير الأستاذ عبد الباسط بدوي السنوسي سفير السودان بالمملكة العربية السعودية. مرحبا بك سعادة السفير، ونتحدث اليوم عن هذا الاحتفال الرسمي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لقناتكم الحاضرة دائما، قناة النيل الأزرق. وأقول إنه طبعا السفارة مع الجالية السودانية قامت سلسلة من الاحتفالات بمناسبة استقلال السودان لذكرى 61، وشملت يعني يوم رياضي وحفل ثقافي ومعارض وكثير من النشاطات الأخرى. واليوم تتوج هذه الاحتفالات بالاحتفال الرسمي، حيث تقيم السفارة حفل استقبال وأمه عديد من المسؤولين، وعلى رأسهم سمو أمير منطقة الرياض وبعض الأمراء وبعض المسؤولين، أيضا زملاء رؤساء البعثات الدبلوماسية بالمملكة العربية السعودية ونفر من أبناء الجالية السودانية. وهو احتفال يعني ما شاء الله كان ناجح جدا جدا وحضور كثيف، وشكرا لحضوركم معي. والخيرات أشكال والوان أحب مكان وطن السودان، أحب مكان. هذا المساء احتفل السودان بالذكرى 61 للاستقلال، وكان احتفالا محظورا شرفه سمو الأمير فيصل بن بندر أمير أمارة الرياض وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والفعاليات السعودية من رجال أعمال وغرف تجارية وغيرها، وحضور أنيق جدا أيضا للجالية السودانية. تحدث السيد رئيس البعثة عن هذه المناسبة وعن علاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والسودان، وقد كان احتفاء مشرفا عبر فيه السودان عن تطلعاته وعن الآفاق الجديدة والمرحلة الجديدة التي يدخلها السودان من خلال الحوار السياسي والمجتمعي وإقرار الوثيقة القومية. من داخل احتفالات السفارة السودانية الحفل الرسمي بقصر طويق، معي في هذه المساحة أصغر صحفي سعودي الشاب سلطان الشهري. مرحبا بك سلطان في قناة النيل الأزرق. حياكم الله، وكل عام والسفارة السودانية والشعب السوداني بألف خير، وشكرا للسفارة السودانية والشعب السوداني على دعوتهم الكريمة لممثلين صحيفة برق. أنت إيش تشتغل في الصحيفة؟ أشتغل كرئيس قسم المواهب بصحيفة برق. صحيفة برق الإلكترونية. مرحبا فيكم، وتشرف بمشاركة جمهورية السودان في احتفالها بعيد الاستقلال. نتمنى الرخاء والأمن والاستقرار لجمهورية السودان ودائما التطور والازدهار. العيد الوطني للسودان وفرحة السودانيين فرحتنا، فنحن نحتفل مع أخوتنا وأشقائنا بذكرى اليوم الوطني السوداني 61، وهذه المناسبة الطيبة والعزيزة والعظيمة على قلوبنا كما هي على قلوب كل السودانيين تمثل حدثا مهما. السودان له أثر طيب بالشعب السوداني بأطره وكوادره وشعبه ومعلميه وأطبائه ومهندسيه، لهم أثر على كثير من الشعوب العربية والإسلامية. إذن الحضور السوداني مهم وفاعل كان على مر التاريخ. الآن هنا في السفارة السودانية جيت أحضر عيد الاستقلال 61 للسودان، وما شاء الله يعني لاقينا سفر من جميع الدول، والأمير برضو شرفنا بحضوره الحمد لله يعني، والسفير ذاته ما قصر السفير عبد الباسط. وكان عيد جميل جدا، كان يعني احتفال جميل جدا وتشرفنا يعني بحضوره. نيابة عن كل السودانيين بالمنطقة الشرقية نسجي جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين بحفاوة وكل ما قدموه
للشعب السوداني الموجود بالسعودية وفي بلدهم الثاني. نحن نشارك إخواننا السودانيين في الاحتفال باليوم الوطني 61 ونحن إخوانهم السعوديين ونشكرهم على حسن الضيافة والاستقبال. أهلا وسهلا وشكرا على هذه الاستضافة، وطبعا نحن سعيدين جدا على هذا الاحتفال بعيد الاستقلال في قصر طويقة، وشرفونا كثير من الأخوان السودانيين، ونتمنى دائما الرفعة والشأن للسودان. كان احتفال مميز جدا جدا في ظل العلاقات الثنائية بين المملكة والسودان. شرف الاحتفال عدد من السفراء العرب والأفارقة، وكل سنة والشعب السوداني بخير يعني. طبعا سعدت اليوم وتشرفت بحضوري في السفارة السودانية في عيدها الوطني. كثير انبسطت بتواجدي طبعا، لأنه الشعب السعودي مقرب جدا من الشعب السوداني، وإحنا نحبهم كثير، لأنهم شعب راقي، شعب متواضع، شعب جدا يعني هادئ لأبعد الحدود، سلس في التعامل، وهذا الشيء صراحة قريب منا وقريب من الشعوب كلها. الأنسام بالضيق تغشاه والأقمار حفت لسماه. الأنسام بالضيق تغشاه. الحقيقة شاركت إخواني السودانيين في العيد 61 لاستقلال السودان، وهو عيد مجيد عند السودانيين وعزيز على قلوبنا جميعا، ونشاركهم الفرحة وندعو لهم إلى مزيد إن شاء الله من النجاح ومزيد من التطور، ونشاركهم أيضا الفرحة بالانفراجات التي حدثت في الفترة الأخيرة السياسية، وأعتقد أنها فرصة للجميع أن يحتفل بهذه السنة السعيدة على السودانيين، وعقبال إن شاء الله 100 قرن من السعادة والاستقلال. جاء الاحتفال بعد سلسلة من احتفالات نظمتها السفارة، بدأت باحتفال رياضي، دورة رياضية، وأخيرا جاء هذا الاحتفال بقصر طويق، الاحتفال الرسمي، وشرف الاحتفال السيد معالي أمير الرياض وعدد من السفراء العرب والأجانب بالمملكة العربية السعودية. ونسأل الله أن يعيد ذكرى الاحتفال، ذكرى الاستقلال، والبلاد تنعم بالسلام والأمن والرخاء، وشكرا جزيلا. المشاهدون الكرام في كل مكان، هكذا تابعنا معا من المملكة العربية السعودية، تحديدا من داخل قصر طويق بالسفارات بالعاصمة السعودية الرياض، ختام فعاليات السفارة السودانية احتفالاتها بالذكرى 61 لاستقلال السودان المجيد. إلى أن نلتقيكم في مساحة قادمة، مع السلامة.